فكرة تعلم البرمجة من اليوتيوب فكرة جميلة جدا، بس لو ما استغلتهاش صح هتضيع وقت كتير جدا ومجهود كبير جدا. فتعالى بينا يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. 5 معلومات لازم تعرفهم لو بتتعلم برمجة من على اليوتيوب او فعلا لسه عايز تبدأ تتعلم برمجة، عشان خاطر هيفرقوا معاك جدا. علشان خاطر 99% من اللي بيبدأوا يتعلموا برمجة على اليوتيوب بيقعوا فيهم، وللأسف مش عايزك تقع فيهم. فعندي ليك كده خطة كاملة متكاملة هتاخدها مني تمشي عليها ان شاء الله بإذن الله هتوصلك للي انت عايزه. فسمي الله كده ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معانا وهي تعدد المصادر. كتير مننا بيخش على اليوتيوب مثلا عايز يتعلم اساسيات البرمجة او عايز يتعلم اي لغة من لغات البرمجة. لو دخلت مثلا عملت سيرش كورس تعلم لغة بايثون هتلاقي قدامك مصادر كتير جدا، وهتبقى هتلاقي نفسك اصلا ان انت محتار يا ترى اختار اني مصدر واني مصدر الصح واني مصدر المناسب ليا. وبصراحة انا عالم بيك يا صديقي، لان كل واحد فينا كان بيمر بالمرحلة ديت والتجربة ديت. بس انا عندي ليك الخطة اللي انت المفروض تمشي عليها علشان خاطر تتخلص من موضوع تعدد المصادر. اول حاجة يا صديقي وهو ان انت تكون عندك هدف واضح، عارف انت داخل هتتعلم ايه. طب هتيجي تقولي ازاي اعرف المصدر الصحيح اللي انا عايز اتعلمه؟ هقولك انت بعد ما تعمل سيرش على اليوتيوب على الحاجة اللي انت عايز تتعلمها هيجيلك على اقل 10 مصادر او 15 مصدر. اول 15 مصدر هيقابلوك انت هتبدأ دلوقتي ان انت تصنفهم وتختار منهم. هتنقي منهم 5 أو 6 أو 7 مصادر وتجيب وتسمع كل واحد. مش مهم اذا كانت مشاهداته عالية او مشاهداته قليلة، المهم ان انت هتختار الشخص اللي انت هتفهم منه، او بمعنى اصح هتستريح معاه. ولو انت داخل فعلا تبدأ تتعلم بقى اساسيات البرمجة وكورس CS50 من الاول، فهتلاقيه هنا ان شاء الله باذن الله على القناة، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. والواحد بصراحة تعبان فيه جدا ولسه عامله يعني، والكورس صدقني هيفيدك جدا لو انت فعلا لسه هتبدأ تتعلم برمجة ومش عارف ايه هو هتبدأ منين. فهتاخد الكورس كده هتمشي عليه معايا واحدة واحدة، وانا اصلا لسه لحد دلوقتي بجهز وبكمل فيه. يعني لو بدأت دلوقتي هتقف معايا لحد النقطة اللي انا لسه بكمل فيها في الكورس. وبكده ابقى انا حددت لك المصدر اللي انت مثلا عايز تتعلم منه اساسيات البرمجة، وشارحها لك باللهجة المصرية وماشي معاك في كتابة الكود بالراحة ومراعي الناس المبتدئة. نخش بقى على الحاجة التانية. انا واحد مبتدئ او خلاص بقى وصلت الليفل الاحتراف، عايز مثلا اخش اتعلم لغة C++ او لغة بايثون او لغة جافا سكريبت. هتعمل زي ما انا هقولك وهتختار المصدر المناسب ليك. اهم حاجة يكون المصدر اللي انت بتفهم منه. تاني حاجة معانا وهو الصبر، ان انت ما بيكونش عندك صبر. كتير مننا عشان خاطر ما بيكونش معاه منتور يوجهه، فاول ما بيخش يتعلم برمجة من على اليوتيوب يلاقي نفسه يحس ان هو مش فاهم حاجة. فهيقول يا ترى انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ يا ترى هل الطريق دوت فعلا مناسب ليا ولا لا؟ بس اللي انت ما تعرفوش ان كلنا مرينا بنفس التجربة ديت وكلنا عارفينها كويس جدا، خصوصا اللي بدأ يتعلم برمجة من على اليوتيوب. فلازم يكون بالك طويل. البرمجة مش حاجة هتتعلمها في 2 أو 3 أو 4، ده حاجة محتاجة على الأقل منك 2 3 عشان خاطر تكتسب خبرة، وعلشان خاطر فعلا تشتغل في شركة محترمة. انا واحد من الناس كانت تجربتي مع البرمجة لو عايزيني اعمل لكم فيديو عنها هعمل لكم. وكنت في الاول زيك كده وما لقيتش حد بصراحة ينصحني النصايح ديت، وكانت لسه المصادر قليلة شوية. والحاجة اللي بعد كده وهي التشتت العقلي. كتير مننا لما يجي يبدأ يتعلم برمجة يخش على الكورس يلاقي نفسه مش فاهم حاجة، فبيقوم قايل يا ترى العيب مني ولا العيب من المحاضر اللي بيشرح لي، وبيقوم رامي اللوم كله على نفسه. مع ان دوت الطبيعي جدا، بس هو مش قادر يستنى ان هو يطبق عملي بايده ويشوف كل خطوة بتتعمل ازاي ويعملها لوحده، ومش عارف ان هو مش لازم يفهم الحاجات كلها 100%، وان هو عادي لو فهم 60 أو 70%، لان ديت حاجة عاملة زي السواقة.
لازم ان انت تمارسها بايدك. ما ينفعش كل حاجة تكون سايبها على المحاضر اللي بيشرح لك بس عشان خاطر محدش بيوجهه، بيقوم جايله تشتت عقلي وبيقوم اصلا سايب المجال وسايب كل حاجة. فديت النصيحة اللي انا بنصحها لك، دوت الطبيعي جدا. ما تشتتش نفسك وخليك ماشي في الكورس، وصلي على النبي عشان خاطر نكمل. الخطوة اللي بعد كده وهي ان انت ما بتطبقش عملي، وديت بعتبرها 99% من اكبر الاخطاء اللي انتوا بتقعوا فيها اصلا، ان انت ما بتطبقش عملي. تخش على الكورس تفتحه تسمع منه ساعتين 3 وبعد كده ما تطبقش عملي، وتيجي تقول انا خلاص جامد. بس اللي انت ما تعرفوش ان البيانات اتخزنت في مخك مؤقتا، بس هي اصلا لسه ما خدتش ان هي تكون مكتملة اصلا في مخك. ليه؟ لان انت ما طبقتش عملي. لان انا قلت لك ان ديت حاجة عاملة زي السواقة، لازم ان انت تطبق عملي بنفسك، ولازم تشوف وتعمل مشاريع بنفسك. لازم تكون عندك حساب على جيت هاب، لازم تعمل المشاريع وتحطها عندك على جيت هاب. فديت من اكبر الغلطات اللي بتوقعك في البرمجة. الحاجة الاخيرة بقى، لو انت بتواجهك اي مشكلة تاني غير اللي انا قلتهم، تقدر تكتب لي تحت في التعليقات وابقى اعمل لك عنها فيديو علشان خاطر نفيدك ونفيد غيرك. وما تنساش لو انت عايز تتعلم اساسيات البرمجة، سايب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، ولينك صفحة الفيسبوك اللي بنزل عليها المواعيد. لو انت عايز تتابع بانتظام وتتابع كل حاجة بتسلسل منتظم، اكن منتور بيتابع معاك بالظبط. فكل دوت ان شاء الله باذن الله هتلاقيه متوفر معاك على صفحتنا على الفيسبوك. تقدر دلوقتي سايب لك اللينكين تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم.